احنا دلوقتي ممكن ناخد بريك. تمام. بعد البريك هناخد اوفر فيو سريع تاني برضو ازاي الاقي فرصه شغل ريموت، وهنجو ثرو الريموت كارير بورد وكام ويب سايت كده. ناخد كام تريكايه سريعه. وهنتكلم في ايه تاني؟ ازاي ان احنا ممكن نحاول نكسب فرصه الشغل، او ايه الحاجات اللي ممكن برضو تميزنا اللي هو اوريدي نور اتكلم عنها. ونقعد نتناقش ونتكلم سوا برضو حبتين حلوين. فناخد بريك. انا مش هقفل الميتنج، بس لو حد قفل يقدر يرجع على نفس اللينك. يعني نور لو عايز تقول حاجة اتفضل. لو تمام فزي الفل. انا عجبني بس السؤال الاخير. احمد كان حاطه ان هو كان بيعمل انترفيو لبوزيشن بزنس ديفلوبمنت. بيتكلم من ناحيه السالري. انا هدي بس الحته دي لان انا مضطر ان انا اضرب اوت، معلش يا جماعه. بس السؤال ده حلو قوي. بص يا احمد، مفيش زي ما كده مع احمد برضو قال لك ان مفيش ستاندرد لاي حاجه. انت ممكن تشتغل شغلانه ب $100، ممكن تشتغل شغلانه ب $100,000. حقيقي حصل. هل في حاجه تحدد لك القصه دي؟ لا خالص. طيب ازاي اقول رقم؟ والله انا بتعامل مع الموضوع ده بثلاثه ويب سايتس وبخبره، او يعني خبره اللي انا جربته. ماشي. ثلاثه ويب سايتس هشير الثلاثه معاكم دلوقتي قبل ما امشي. ماشي. الثلاثه ويب سايتس دول ايه؟ كلاس دور، باي سكيل، ليفلز اف واي اي. تكتب اسم الشركه بتاعتك اللي انت بتقدم عليها وتشوف المرتبات اللي بتدفعها كام، واطلب في الرينج ده. مش تخسر حاجه. يعني بقول لو لك. قال لك انا بدفع $100,000 في السنه، قول له انا عايز 90. انا من مصر وغلبان وعايز 90. تمام. اظنش ان انت لو قال لك 90، لو قال لك نصهم حتى مش هتزعل يعني. تمام. هقول لك انا هكتب الثلاثه. لا لا، هحط اللينكات يا جماعه، ما تقلقوش. انا هقول لكم عليهم كلهم. ما تقلقوش، حتى لو آه نسي انا وراه يعني هجيب لكم لو الاسامي كلها. ولو في اي حاجه، لينكد ان اهو عشان ما انساش. ريتش اوت في اي وقت. بس خليني بس اقول لك على الحته دي. الثلاثه ويب سايتس دول تعرف بيهم البي سكيل بتاعك. الشركه دي عندها بوزيشن فلاني، دور في الرينج السالاريز اللي موجوده. ماشي. في شركات بقى ليها نقطة تانية خالص. هو يبقى عنده الفاينانشال تيم، هو بيظبط يقول لك مثلا أنا بدي $100,000 في السنة للي عايش في أمريكا. أي حد تاني بره أمريكا ممكن أديله 60% من المرتب ده، فيبقى الماكسيمم بتاعك مثلا 60,000. ممكن تطلع مثلا فور اكزامبل من 30 ل 60، بس أنت عمرك ما تزيد عن 60. في شركات ما بيفرقش معاك الكلام ده، بتاخد 100 في أمريكا، هتاخد 100 في مصر، هتاخد 100 في كوالالمبور. انا كل بحبها واحد. قوي الشركات دي، بس هم قليلين للاسف. يعني هي محتاجة تعب حبتين في الحبة دول. هو انت وفي يعني اتفضلي. نقطة المرتب. انت مم. قلت يعني هل معنى كده انا ما اتعاملتش مع سوق امريكا ويوروب، يعني معظمني انا شغالة خليج وكده. هل في مم. جوشيشن زي اللي بيحصل في الخليج؟ يعني في فعلا بيبقى جوشيشن جامد ان هم ديل ان انا المرتب البيز بتاعه كذا فتقول لا انا هقبل بكذا، بيمشي؟ ولا هم علشان أنا مم. عارفاهم برضو بيبقوا ستريت قوي قوي في حكاية البادجتس بتاعتهم؟ خليني احطها لك بطريقة تانية. انا ممكن يقول لي مثلا انا البيز بتاعي مثلا، هو ممكن يقولها لك بشكل ستريت فورورد، انا الماكسيمم بتاعي كذا. انا اتعاملت مع شركة بالمنظر ده. وفي شركة تانية قالت لي اديني اور ريت. وفي شركة تالتة قالت لي انت تاخد كام. كل واحدة فيهم لما جيت اتكلم معاهم في سالري، كل واحد اداني رقم غير التاني خالص. وكل واحد اداني رقم، اللي كبير واللي صغير، وما في فعلا هو ما فيش اي ريفرنس. طيب الثلاثه دول نقسمهم سريعا كده. شركه جت قالت لك انا الماكسيمم اللي انا هديهولك $1,000 في الشهر فور اكزامبل. لو قلت له 1001 هيقول لك لا. ليه؟ ده شخص، ده شخص بالعكس، ده كويس جدا ان هو جه قال لك صراحه طيب. انا ده الماكسيمم بتاعي. ده كلمه ناهيه خلاص، نو واي ان انت تعمل كده، تاخد اكتر من كده معايا. فده حلو. انا بحب الناس دي جدا، اللي هو صريح ودغري. انا هاجي هديك ماكسيمم كذا او هديك كذا. خلاص انا ما اقدرش انيجوشيت في الحته دي. طيب حد قال لك الاور ريت عايز تاخد كام؟ ايه بالسؤال. انا ما بحب، انا دايما بحب الشخص اللي قدامي هو اللي يتكلم، انا ما بتكلمش. انت متوقع، انت أو سوري، انت حاطط رينج ستارتنج فروم كام؟ ما تقولش رينج كام، عشان ايه؟ الناس ما بتحبش السؤال ده. الاتش ار والتالنت اكوزيشن ما بيحبوش السؤال ده خالص. قول له انت بتستارت فروم كام. فتعالي مثلا اقول لك ان انت قلت له ستارت فروم كام. اخد معاك سيناريو لطيف شويه. قال لك انا ستارت فروم 5000 بير مانث، $5,000 في الشهر. ما اظنش حد فينا ممكن يقول لا حاجه زي كده. بس حط في بالك حاجه، حط في بالك حاجه. طالما قال لك الستارت بتاعي خمسه، فهو مستعد يديك اكتر من خمسه. ما تطمعش وتقول له انا عايز 10.
بس انت برضو تبقى ايه، عارف ان انت في رينج مثلا 1000 2000 ممكن تتحرك فيه، بس ما تطمعش عشان ما تضيعش مثلا البوزيشن منك. فدايما اسال ايه، انت ستارتنج بالنسبه لك كام، وحطها صراحة ليه، قول له انا مثلا انا اشتغلت مع شركات كتير، كل واحدة كان ليها رينج وكل واحدة كان ليها طريقة ايفالويشن معينة. انا ما اقدرش احدد لك الرقم ده لان ممكن ينفع معاك وما ينفعش مع غيرك. والكلام ده انا بقوله كتير مع الشركات. ده السيناريو التاني، الشخص اللي يقول لك قول الرقم اللي انت عايزه. ماشي. الشخص التالت صراحة البوزيشن من كذا لكذا ما بيعتبرش انت جاي منين. خلاص يبقى هو انت هتاخدي من كذا لكذا، وانت وحظك بقى على حسب طبعا التكنيكال الانترفيوز والبيهيفيرال والكلام ده كله. لو هو عنده اعتبارات هيقول لك في وسط الانترفيو مثلا ان انت من مصر، فانا عندي مثلا السالري هيبقى في الرينج ده. ف فهم دول الثلاثه كاتيجوريز في الشركات، سواء في يوروب، امريكا، السعوديه. يعني انا اشتغلت مع ناس في السعوديه والخليج عموما يعني. فانا فاهم ان المينتاليتي هنا او هناك مختلفه شويه. عشان كده أنا زي ما انا كنت ما بدات الكلام، منتاليتي فعلا مختلفه. منتاليتي مختلفه من ناحيه الشغل، من ناحيه النيجوشيشن، من ناحيه الكلام، من ناحيه الاتيتيود. فبالعكس يعني سؤالك حلو قوي يا نورهان فعلا في الحته دي. بس انا نسيت انا كنت بقول ايه الصراحه. لا احنا تمام معاك. كنا فهو كنا الموضوع بنجاوب حتى على سؤال احمد. الان، اه. الموضوع حتى الان ما فيهوش ماركه للاسف، ما فيش ستاندرد محدده للجلوبال هايرنج. الشركات اللي هي بره مصر، يعني الشركات الاجنبيه بره، ايه الستاندرد بالظبط الليفل بتاعها؟ بس هو في شركات بتلاقيها كاتبه جلوبال رينج، هي بتبقى كاتبه دي الكلمات حرفيا اللي بتبقى مكتوبه في الجوب ديسكريبشن، فاعرف ان هم بيدفعوا الرقم ده في اي مكان. لو الشركه، معظم الشركات الحلوه تمام هتلاقيهم اصلا حاطين رينج ايا كان بقى، هو محدد عايز ناس من مصر، عايز ناس من المينا ريجين، عايز ناس من الاميا ريجين، كل ده تقدر تشوف الويب سايتس اللي قال عليها نور. وانا كنت عايز اسالك لما كنت بتقول مثلا هو بيدفع في امريكا 100,000 مثلا، ان انا اقول له 90. طيب في شركات بتكونسيدر فكره وفاهمين جدا حته الجلوبال هايرنج، عشان هو عايز يجيب ناس من دول تانية، يدايفرسيفاي مش عارف التالنتس وكل الكلام الحلو ده، بس سيم تايم عشان كوست سيفنج. فشايف ان انا اطلع فوق ال 50% من البدايه، مش دي ممكن تبقى صعبه شويه مع بعض الشركات مش كلها؟ ولا ايه حلو. رايك؟ جميل جدا. يبقى عندك واحده من تو ابروتشز اللي انا كنت بقوله من احمد اصلا اللي انا توهت عنه. اول طيب. حاجه الثلاثه ويب سايتس اللي احنا قلنا عليهم، عمرو مشكورا حط جلاس دور وباي سكيل، وانا زودت عليه ليفلز اف واي اي. تمام. دول الثلاثه اللي انا بستخدمهم بسيرش على الشركه والبوزيشن اللي موجود، وبعرف الناس بتدي كام. تمام. في حاجه تانية برضو كان اسمها كومبيرلي برضو موجوده معانا. فدول اربعه ويب سايتس ممكن نستخدمهم. ممكن يا احمد برضو تحط اللينك بتاعه موجود على الرساله بتاعت عمرو. الثلاثه دول او الاربع ويب سايتس دول هيدوك انسايت الرقم بياخد في رينج كام. ماشي. الطريقه الثانيه طريقه الخبره. انت الشركه دي هتخش على لينكد ان. هو ده اللي بقول انا، ده استخدامي بقى لينكد ان بالمنظر ده في الشغل. سوري. ادخل. اه انا ادخل على لينكد ان بشوف الشركه، بشوف الناس اللي شغاله في الشركه، هل اولا انا اول واحد يجيبني بره الشركه ولا لا. فانا لو بيدايفرسيفاي مش هبقى اول واحد. يعني انا لو انا بتكلم ان انا عايز اجيب ناس من كل مكان وانوع في الشركه عندي، يبقى انا منطقي مش هبقى اول واحد مصري جاي الشركه. طيب ممكن اكون اول واحد مصري بس في ناس مثلا من بولندا، من روسيا، من اوكرانيا. فساعتها انت تقدر تريتش اوت للناس دي وتتكلم معاها وتشوف هل ممكن. او برضه مش كل الناس يعني بمناسبه الحته دي برضه، موضوع المرتبات بره في الشركات اللي بره حساس شويه. محدش بيتكلم قوي، بس ممكن نقول مثلا الستارت بتاعه كذا كذا كذا. ممكن تسأل في حاجة زي كده. بس طالما في دايفرستي، يعني طالما احنا بنتكلم ان في دايفرستي موجودة، فيعني الموضوع ظريف من ناحية ان انا ايه، لو قلت 50% وانا عارف ان انا مثلا اول شخص جاي، انا عايز اقول لك ان ممكن تكون 50% دي قليل. فدراستي للشركة وللناس اللي موجودة هقدر انا احدد. انا لو قلت كذا او كذا ما بيبقاش فيها مشكلة. اقول لكم بقى على سيكريت مهمة جدا. اوعى تقول رقم، ولا 50% بقى ولا 90 ولا مليار في المية. أنا بحب الجملة اللي بتريح الزبون. نيجوشابل. قول إن أنت فليكسبل في ناحية البي سالري. لأن أنا هديها لك بقى بسيناريو حلو. مش كل الناس على فكرة يعني دي بوستات على اللينكد إن، والاتش ار الحلو والاتش ار الوحش والكلام ده، يعني اركنوا الكلام ده على جنب، لأن الشغل اكشولي مختلف خالص.
الناس اللي تقول لك مثلا انا شركه ستارت سالاري بتاعي مثلا $5000 فور اكزامبل، لاي حد جاي الشركه، مش هنقول ان احنا بنسبيسيفاي حاجه. جيت انت راجل محترم، انت بالنسبه لك ان انت شايف ان انا مثلا مرتب كبير بالنسبه لي وهبقى ساتيسفايد بيه $2000. رحت اسال سؤال اكسبكتد كام، عايز تاخد كام، ايا كان السؤال. قلت له والله يعني انا $2000 حلو بالنسبه لي. ما تتوقعش، انا بقول لك هو افرض دايما الاسوأ ان الاتش ار ده مش هيقول لك ان انت الستارتنج سالاري بتاعتك 5، لان ده بيحصل كتير جدا. وحصل معايا مرة ونص، يعني مرة ونص، عشان في نص مرة كده كنا اتكلمنا في حاجة و... وعرفت الموضوع ده في وسط الانترفيوز مع التالنت اكوزيشن ساعتها. فمفيش حد هيجي يقول لك مثلا اه الستارتنج بتاعي 5. ما تتوقعش الموضوع ده نهائيا خالص. توقع ان هو هيقول لك 5، دي لما يعني فعلا حد جامد جدا وحد محترم قوي هيقول لك الكلام ده. عدا ذلك انت لو قلت 2000 هيديك ال 2100، هيزود لك $100 عليها، ويا باشا انا عامل معاك الواجب وكرمك ومظبط لك الدنيا على الاخر، فانت ضيعت على نفسك 3000 قولا واحدا. تمام. دايما الشركات اللي بره الكلمه اللي بتريح الزبون وبتريحهم زي ما بنقول كلمه نيجوشابل. اسمع منه ستارت سالاري، اسمع منه رينج، اسمع منه هو بيكسبكت ايه منك، وساعتها انت تقدر تيفالويت. واسال الاسئله المباشره، السالاري كام؟ انت هيقول لك انت عايز كام، وقول له الستارت انا عندكم بيكون كام. طيب احنا البنفيتس الموجوده ايه؟ توه السؤال، المهم ان انت في الاخر تجيب الاجابه دي وتكمل الانترفيو بتاعتك والبروسيس كلها عادي خالص، وسيب السالري ده للاخر. قول له انا هسمع منك في الاخر، انا الاكسبكتيشن بتاعتي ان انا راجل فليكسيبل وما عنديش مشكله، ان الاوبورتيونيتي مهمه بالنسبه لي ونقدر نيجوشيت في الاخر مع بعض. كده انت كسبت الانترفيو. بالظبط، حلو فما تقولش قوي. رقم، ما تقولش رقم وما تقولش رينج برضو. نرجع تاني، لو قلت رينج من 1000 ونص ل 2000 هتاخد ال 1000 ونص، مش هتاخد ال 2000 ولا هتاخد في النص ما بينهم. هيديك المينيمم رينج دايما بتاعك، لان هو حط في باله ان انت حطيت الرقم ده، فالمينيمم ساتيسفاينج بالنسبه لك. وممكن سؤالك تذكره ايه؟ برضه اتفضل. وممكن تذكره برضه لغايه ما احمد يقول سؤال، وتذكر برضه ان مفيش ستاندرد واضحه حتى الان في الجلوبال هايرنج، ولو دي اول مره او تاني مره ليك فتتكلم في حاجه زي دي. وزي ما قال نور، يعني عندك ويب سايت تسيرش عليها، تحاول تريتش اوت للناس، بس انت ما تقولش للناس انت بتقبض كام. انت ممكن تقول له مثلا لسه عاملها مع حد من قريب، فبقول له انا البوزيشن ده مش عارف، ممكن اقول لهم اكسبكتد كام عشان اكيد هيسالوني في الانترفيو في حاجه زي كده. فالراجل اداني رينج، وكان رينج معقول بالنسبه لي يعني، فانا ما عرفتش هو بيقبض كام، والسؤال كان لطيف بالنسبه له. مش كل الناس بترد، مش كل الناس ممكن تتفهم سؤالك، بس كلها طرق ممكن تحاول انت تعرف تفهم بيها يعني. في حاجه برضو عايز اخد رايك فيها يا نور. في حد قال لي قبل كده واتعلمت حاجه، ان لو الشركه دي فيها ناس من اسيا كتير قوي او دول في افريقيا وبتاع، بتبقى نسبه ان انت تتوقعه او تبقى متوقع هم ممكن يكونوا بيدفعوا كام، بتكون في رينج ال 50% ولا حاجه. لو فيها ناس كتير قوي من اوروبا هكذا، خصوصا شرق اوروبا تقريبا، فبتبقى النسبه اعلى حبتين. فانت ايه رايك في حاجه زي دي برضه؟ اسيا لازم تحدد انت بتتكلم في اسيا إزاي. اديك بريكنج نيوز في الحته دي، وممكن مش ناس كتير تعرفها. تعرف ان ماليزيا وسنغافوره بيدوا فلوس اكتر من امريكا؟ ما اعرفش، بس في شركه لسه بقدم فيها وفيها جوب اوفر حلوه قوي قوي الصراحه يعني. ربنا يكرمك، يا سلام، ده انا اتبسط لك دي. عايز اقول لك فعلا ان لو ربنا كرمك بحاجه في ماليزيا وسنغافوره بالتحديد كده، مرتباتهم بسم الله ما شاء الله تعدي اوفرز مرتاح في امريكا، نايس. ووش تعدي يوروب. فلما بنقول اسيا انت محتاج تسبيسيفاي هند، باكستان، الحاجات اللي هي زي مصر كده في اللايف ستايل. اه السالاريز بتكون اقل طبعا. بان بالمناسبه ان اصلا لان برضه ليه السبب ده؟ لان الناس بدات تسيب، او الشركات بدات تسيب ان هي تجو ناحيه الهند وباكستان والدول دي، وبدات تتجه لمصر للو كوست اوف ليفنج اللي موجوده في مصر. فهو عارف انه هيديك اقل من الهند وباكستان كمان. بس كلمه اسيا دي كبيره قوي، خلي بالك من النقطه دي. سنغافوره لا السالري وحش قوي، يبقى دي ممكن حظه. اه يعني انا اعرف ناس كتير ما شاء الله كانوا بياخدوا ارقام اكتر من شركات في يو اس، اكتر من حاجات انا اتعاملت معاها كتير. احمد، انا خدت بالي من السؤال لو شركه سعوديه واغلب التيم مصري، انت هتيجي لي برايفت في دي. احنا نطلع بريك نقفل الريكورد ونتكلم في الموضوع.
تمام. تطلب دولار او ريال، لا، على حسب سياسه الشركه. انت مش هتخسر حاجه لو قلت لهم انا عايز المرتب. لو هو بيدي مرتب بالمصري، يقول انا عايز اقبضه ريال او عايز اقبضه دولار. حقك، انت هتاخد كده كده نفس القيمه، لان الدول زي السعوديه والدول الخليجيه سعر الصرف ثابت ما بيتغيرش زي ما هو عندنا. فانت مثلا على سبيل المثال 1000 ريال هتقسمها على 3.75 عشان تاخد دولار. اه، فاللي اه، هو مش هيديك تفرق قوي مثلا. تقول له انت الفكره، انت مثلا لو ربنا كرمك وعرفت تطلب كام او انت شايف ايه كام، فانت قول الكرنسي عادي ايا كانت، وهي في الاول وفي الاخر هي هتبقى حسب هو بيدفع بأنهي عمله يعني. بس هو الفكره انت تحدد قيمتك او الرقم اللي انت حاسس ان هو ممكن يكون مناسب بالنسبه لك يعني. مظبوط. منة الله كانت برضو قالت على شركات الستارت اب، مواقع ايه بالظبط؟ هي تقريبا لو انا فاهم السؤال صح، بتقول اللي هو مثلا هل الويب سايتس اللي احنا ذكرناها بتاع جلاس دور والحاجات دي عليها الشركات الكبيره المعروفه بس، ولا الشركات الكبيره والشركات الصغيره او الغير معروفه يعني؟ اه، فهمت السؤال. ممكن تلاقي موجود عليهم، مش شرط. الشركات الستارت اب على فكره برضو هي من ضمن البروباجندا اللي هي بتعملها، ان هي لازم تعمل ماركتنج جامد عشان تاخد فند. فلو ما راحتش على الحاجات الويب سايتس الكبيره ان هي موجوده ولينا ريفيوز ولينا الكلام ده، مش هتاخد فند بشكل سهل. بالظبط، آه وعشان التالنت اكوزيشن الناس تبقى عارفه قادره تعرف عن طبيعه بيئه العمل وحلاوه الشركه وجمدانها وبتاع، فمهم بالنسبه لهم ان هم يكونوا مظبوط. موجودين على حاجات زي دي يعني. مظبوط. ومنة الله برضو قالت لو شركه في سنغافوره وليها اوفيس في مصر، المرتب بيكون مصري او لا برضو على حسب السياسه. في شركات بتحط الموضوع ده. يعني في شركه ساي وير مثلا اللي انا كنت فيها، هي ليها اوفيس في امريكا وفي فرنسا، بس احنا في مصر انت تاخد بالدولار. فدي مثلا بوليسي كانت شركه تانية